السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طالعة اتكلم معاكم في حاجة بتحصل كتير خالص اخر اسبوع ده في السنة، لان انا عندي العاب والمحل اللي جنبي بتاع الاكسسوار بيبقى عارض الطواجي بتاعة الاطفال والحاجات دي. فانا 50% من اللي بيجوا يسألوني على الطواجي وعلى الالعاب والحاجات دي مسلمين. 50% بيجي يسألني يقولي عندك طواجي بابا نويل؟ طب عندك مش عارفة الشجرة بتاعت كذا بتاعت رأس السنة؟ طب عندك كذا مسلمين. واللي جايين يسألوا على الطواجي الصغيرة بتاعت بابا نويل لأطفالهم مسلمين، والأولاد لا تتعدى 5-6 سنين. هي بهجة وفرحة وكل حاجة، لكن ليه طفل 5-6 سنين انت تضربيه للعقيدة بتاعته؟ يعني احنا اصلا هما 5-6 سنين دول بيبقوا سنوات الغرس معاكي، يعني انتي اصلا بتجيبيه بتقعدي تفهميه العقيدة ونحفظه قرآن، وبعدين نمشي معاه بمراحل، الاول يحفظ قرآن وبعدين نفهمه العقيدة والحلال والحرام، وبعدين بنبدأ معاه بعدين التفسير والحاجات دي كل هما دول سنوات الغرس بتاعتك. لما يجي الطفل الصغير يقولك يا ماما احنا ليه بنحتفل برأس السنة واحنا في اشهر حرم؟ تمام، ولا تظلموا فيهن انفسكم. ليه يا ماما احنا بنحتفل برأس السنة؟ ببداية انتهاء سنة قديمة ودخول سنة جديدة. ايوه ليه بقى؟ دي سنة ميلادية، احنا سنة هجرية، واللي بناخده في الدين وفي العقيدة وفي السيرة النبوية، السيرة النبوية سنة هجرية. ليه بنحتفل بالسنة الميلادية يا ماما؟ وليه بنحتفل برأس السنة في اليوم ده بالتحديد؟ ما احنا كان عندنا رجب من اول رجب، يعني ما احتفلتيش ليه في اول رجب وقعدتي وجبت العيال كده يا ولية ولمتيهم وقعدتي تقولي لهم احنا في اول شهر رجب والطاعات المفروض تتعمل، وتجيبي 100 جنيه تاخديها من مصروف البيت تعمليها تخنصريها من جوزك، وتجيبي 100 جنيه وتفكيها 5-10 جنيهات ايا كان الفكه اللي هتفكيها، وتجيبي الولد وتعوديه ان هو كل يوم يتصدق بجنيه ولا ب5 جنيه ولا باي حاجه، وان الشهر ده يا ماما الصدقه فيه كبيره وعظيمه. ليه ما عملتيش كده؟ جرهم لي هما الاتنين وجايه تساليني على طاقية بابا نويل؟ يا وليه اتقي الله اتقي الله. وتيجي ايه؟ دول سنوات البنى والغرس اللي احنا بنقعد نجيب العيال كده. ده انا افتكر ان امي عشان توديني احفظ قرآن كانت بتصحيني الفجر في عز الشتاء وتصحيني قومي يا مريم، قومي راجعي الورد، قومي عندك كتاب، قومي تعملي كذا في المسابقات بتاعه القرآن. اقسم بالله لو عندنا فرح، لو انا اخت العروسه كانت ماليش دعوه مصحفك وبتاع، وكذلك اخويا الاصغر مني. فاللي هو انتوا ليه بتضيعوا كده؟ ليه بتضيعوا السنوات بتاعه الغرس اللي انتوا بتتعبوا فيها مع الاولاد؟ يعني انتي جرالي عيل وجايه تقولي لي طاقية بابا نويل؟ لا يا اختي مفيش طاقية بابا نويل، مفيش يما، مفيش جوليه. لما يكبر العيل شويه ويدرك ان انتي كأم وكأن انتي كراعيه عن البيت ده والاولاد دي، ويدرك الولد ان انتي اصلا ما كانش فيه عندك اي طموح تجاه العقيده بتاعته، يعني انا مش عارفه انت هتبرري ده بايه، وانت هتتحاسبي على السنوات دي لحد ما هو يبقى مدرك، بس انت هتتحاسبي على ده. تمام، لميهم وهاتي كده، ادخلي اعملي سيرش ولا شغلي فيديوهات ولا اي حاجه، واقعدي قولي لهم شهر رجب بيحصل فيه 1 2 3، وشهر شعبان وشهر رمضان، وان السب غلط والشتيمه غلط، وان انا اتنمر على صاحبي غلط، وان انا لازم اطلع صدقه في اليوم ده، مش شرط فلوس، ممكن اطلع حتى لو معايا سندوتش واديت لزميلي نص السندوتش ده فانا كده تصدقت. ممكن كمان ان انا لو معايا كيس كاراتيه وصاحبي اخد منه فان دي كمان صدقه. يعني ليه؟ ما ده حلو وجميل والله، وبيساعد وبينشر وكل الحاجات دي. انا ما بهاجمش اخواتنا الاقباط ولا اي حاجه،
إن الله لم ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما تاخديش العيال وتروحي تيجي في رأس السنة وبتاع وكذا 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 إلى آخر. لا، أنا البر، جاري مسيحي تعبان أسأل عليه، جاري عنده مناسبة أهني بالمناسبة بتاعته، لكن أروح أجيب العيل أعلمه عادات ومعتقدات مش أساسياته، لا، مش لطيفة يا أختي، مش لطيفة والله، عشان خاطرك انت يعني، عشان ما تتعبيش لما يكبروا العيال دي ونرجع نقول المدارس ما فيش دين والعيال مش متعلمة. لا 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 لا، الأساس عندك انت في البيت، يعني لو انت أسستي صح الباقي بعدين صح، لو انت أسستي غلط الباقي بعدين غلط. والغلط اللي انت بتعمليه في التأسيس احنا بنشيله في الكبار، يعني واحنا ماشيين بالله عيل جاي راكب موتوسيكل جنبنا ومصوت، لو انت عرفتيني كده ان ده اخوه المسلم وان انت كده فزعت اخوك المسلم وان دي سيئات بتاخدها، ما كانش ماشي في الشارع يصوت زي الست اللي هتولد. تمام؟ فمعلش بقى نأسس عشان ما نتعبش وما نتعبش غيرنا. موضوع شجرة بابا نويل ده وطاقية بابا نويل، سيبوا اخواتنا الاقباط في عيدهم، ما نلعبش في الاساسيات، سيبوا لهم عيدهم يفرحوا بيه ويلبسوا فيه ويروحوا يشتروا فيه ويجيبوا الشجرة فيه ويلبسوا الزعبوط فيه، ما نلعبش في اساسيات بعض لو سمحتوا، عشان الموضوع ده منرفزني جدا. مش كل واحدة تجيب لها ولدين وتيجي تقولي طاقية بابا نويل، طاقية بابا نويل دي ما تخصناش. تمام؟ يلا بقى، باي باي.